الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء نحب الخير يا نتعرف فندم على باسمك. حضرتك وعلى كل الاسره الكريمه. مع حضرتك احمد العربي من آه، هيئه الاستثمار. ايوه يا استاذ احمد. بورس بورسعيد يا استاذ فندم، احمد، وهي كنا الشرف عايزين اكيد نعرف وامرنا. يعني ايه رأيك في العصيان المدني اللي بتقوده بورسعيد، والكلام اللي بيتقال من يعني الرئيس واحزاب الحريه والعداله وغيرها عن العصيان، من انه عباره عن شويه بلطجيه بيجبروا الناس بالقوه، وزي ما قالوا لنا بيطلعوا يجيبوا الموظفين بالمولوتوف وبالاسلحه البيضاء. انا عايزك ترد وتقول لي رايك ايه في الموضوع ده. والله يا فندم، هو اللي فيه طبع بيفكر الناس كلها بتنتهج نفس الطلع بتاعه. حضرتك لو احنا بلطجيه او زي ما بيقولوا، هل احنا اللي كنا ورا احداث الجمل؟ هل احنا اللي قتلنا الشباب في الاستاد؟ ما يبصوا لتاريخهم. هو احنا ارباب سجون ولا لسه خارجين من على الكراسي ولسه طالعين قريب؟ يا فندم لحد النهارده في ناس موجودين ومحكوم عليهم والحكومه عارفاهم بالاسم. طب لو في بلطجيه في بورسعيد، انت كوزاره داخليه بتاخد مرتب مني ومن ضرايبي وضرايب زميلي وضرايب اخويا، وعندك بيانات بيهم وبيانات وافيه وتقدر تلمهم في اقل من نص ساعه، زي ما بتطلعوا بتقولوا تصريحات كتير واحلام ورديه وحاجات كتير. احنا يعني حسسونا ان مصر دي بين ايديكم. الناس دي ما اتقبضش عليها ليه قبل الاحداث؟ هو في بلطجيه بتمكنهم ان هم يطلعوا سجن عمومي ويطلعوا فوقهم؟ في بلطجيه عندهم القدره ان هم يملكوا قناصات ويملكوا فن التصوير في الصدر وفي الدماغ؟ فحضرتك اجرام ممنهج، مش بلطجيه. البلطجي يا فندم بيضرب بجبن وبيضرب بعشوائيه، ما بيضربش بتهديف. ده يا فندم شغل ناس محترفه. طب حضرتك الناس اللي كانت واقفه عند السجن وقالوا ان هم بلطجيه وقالوا ان هم كانوا جايين يعتدوا على السجن، تمام؟ الناس حضرتك اللي كانوا واقفين عند اسم العرب، هل كانوا جايين يعتدوا؟ حضرتك الاقسام والسجون بتاع جمهوريه مصر العربيه تمه اتفتحت ايام الثوره. سجن بورسعيد مفيش طوبه اتلقت عليه. ما سالوش نفسهم كانوا فين البلطجيه؟ طيب لو كان ليهم قرايب او كان ليهم علاقات جوه السجن ما خرجوهمش ليه ايام الثوره؟ يا فندم بورسعيد النهارده 9 يوم للعصيان، مفيش بلاغ اتقدم بلق طوبه، مفيش قضيه تحرش واحده. الناس دي حابه تشوه صورتنا ليه؟ احنا النهارده لما بنصحى بنفوق مصر كلها، ما بنتكلمش عننا. احنا حضرتك محافظه تعداد سكانها ما كملناش مليون، لكن هنعيد التاريخ من اول وجديد ونعلم مصر يعني ايه حريه، يعني ايه وطنيه. احنا بنحب، مش بنحب بلدنا، احنا بنحب تراب بلدنا. احنا الصغير قبل الكبير عندنا غالي، لا بنبيع عيالنا ولا بنفرط فيهم. الله ولو عليك يا حد احمد. بيفكر، الله عليك وهقول يا احمد لحضرتك وعلى بس يا كلامك فندم، الجميل. ربنا يخليك يا فندم، انا نفسي اوصل صوره بورسعيديه، لا مجرمين ولا ناس هجانين، ناس صحاب قضيه، صحاب مبدا. احنا حضرتك ما حصلش ان احنا دخلنا او عملنا مظاهره ورحنا سرقنا مكنه ATM زي اللي سرقت في الجبليه. ما رحناش سرقنا كاس افريقيا اللي كان موجود في اتحاد الكوره وتلاقوه متهرب على طياره رايح على القطر. حضرتك احنا لما الناس عندنا اصيبوا في الاستاد، والله انا ما كنتش بسالك انت منين، من القاهره ولا من بورسعيد ولا من اسماعيليه، انا بتبرع بدمي ومش عارف رايح لمين. انت اخويا من القاهره، اخويا من الشرقيه، اخويا من اسماعيليه، اخويا من كل مكان. احنا عمرنا ما عادلنا فارق. انا ببقى ماشي اقرب الناس ليا مينا ومايكل ومحمد، ما بيسالوش انت دينك ايه، ما بيسالوش انت منين، احنا كلنا مصريين. هو الناس دي حابه تخلق مشكله، حابه تخلق تفرقه. السياسه اللي اليهود بيستخدموها فرق تسود، هم بيستخدموها مع مين؟ معانا احنا. مين اللي بيقول اهلي وعشيرتي؟ اهلي وعشيرتي اللي خاف عليهم، اللي خاف على دمهم، اللي احميهم، اللي افديهم، اللي اكون وسطهم في المشكله الكبيره قبل الصغيره. انا اللي اكون نام من الاسره، اكون مفهمهم، اكون موقف كل حد عند حده. مش النهارده تطلع تعمل مشكله تضغط، اوكي ماشي انت هتطلع تضغط، طب هتعطل مين؟ ما هتعطل مصالحي ومصالحك ومصالح فلان ومصالح علان. هل انا هكون سعيد لما حضرتك تيجي مثلا تيجي بعربيتك المنطقه الحره لمجرد انها مكتوب عليها بورسعيد، تتاخد منك العربيه وتتكسر على الطريق وتتهان انت واسرتك؟ هل ده شيء هيسعد اي حد في مصر؟ هل انا
بورسعيدي مدان مصري مهان يا فندم. بورسعيدي مدان مصري مهان. انا بورسعيدي مصري ومصري قبل ما بصراحة اكون بورسعيدي. بصراحة يا أحمد، حضرتك كلامك جميل، وعشان كده أنا سكت خالص وسبتك تتكلم براحتك، لأن بصراحة كلماتك مؤثرة جدا، وبجد أنت صورة مشرفة لأبناء بورسعيد. لكن في حاجة كمان، بما ان يعني انا شايفك ما شاء الله يعني بترد رد كويس، انا عايزك ترد على الناس تؤمر يا اللي فندم. بيقولوا ان احنا، او ان الناس اللي نازلة في العصيان دول ممولين. انتوا مين اللي بيمولكم؟ يعني على حساب مين والله قعدتكم هناك، ومين اللي تمام بيمولكم؟ تمام. بص حضرتك، الناس اللي بيقول ان احنا ممولين وان احنا ناس مستنيه فلوس او كلام من دوت، ابسط مثال كان اول ما الرئيس طلع قال هدي الخط القناه 400 مليون جنيه، وهدي الخط القناه المنطقه الحره هرجعها تاني لبورسعيد وكده، كنا المفروض بقى سقفنا وزغرطنا وكده. لو احنا ناس بنجري ورا فلوس يا فندم، احنا الموضوع موضوع كرامه. هو مش قادر يفهم حاجه زي كده ليه؟ ان لم يكن لك رأي ستكون ضحيه لاي رأي. احنا خارجين بكامل ارادتنا، لا في حد بيخصمنا على حاجه ولا في حد بيفرض علينا شيء. احنا بنتحرك. اللي مات دوت مش حد غريب عني. احنا بورسعيد اهالي بيت واحد، كلنا عارفين بعض. ان مفيش بيني وبينه صله ارحام. صاحب ابن خالتي كان معايا في المدرسه. احنا كلنا في كل شارع، في كل حته، في كل مكان لعبنا كوره مع بعض، جرينا مع بعض. احنا اخوات، مفيش بيننا وبين بعض فرق. نتمنى ان العلاقه اللي بين بورسعيد وبين البورسعيديه وبعضهم تكون سايده على مصر كلها. الخير هيعم. لكن انا هكون سعيد النهارده لما اروح رايح القاهره ضارب ابن عمتي وضارب لا ليه؟ ليه كده؟ انا النهارده لما بروح اشجع منتخب مصر بروح بالتيشيرت بتاع فرقتي ولا بروح بتيشيرت منتخبي؟ انا دوله، انا حضرتك. انا لو في الغربه هتسال عن بلدي هقول انا مصري، هقول انا مصري، وليا الفخر ان اكون من بورسعيد، قريه جوه المدينه. احنا اسره واحده مع بعضينا. الناس مش قادره تفهم حاجه زي كده ليه؟ كل الوقت وواحد يطلع يقول انت راجل الوقت، راجل مستثمر طالع تجيب مستثمرين من بره، وطالع تجيب شغل لبلدك، وطالع تفتح مجالات في التعامل الخارجي. تطلع النهارده حضرتك تقول بورسعيد فيها جنود، بورسعيد بيضربوا بيوقعوا الطيارات، بيضربوا الصواريخ. طب يا صاحب العقل، يا صاحب العقل، حتى لو احنا بينا وبين بعض، انا وابن عمي بينا وبين بعض ضرب نار والدنيا بايظه، تطلع انت تنقل صوره وحشه ومغلوطه وغير مطابقه للواقع ولا للحقيقه بل من وحي خيالك. انت ما اعرفش مين اللي وصلها لك، ما اعرفش مين اللي حابب يطلع الصوره ديت، تطلع تضير الاستثمارات. انا واحد صاحب مال، راس المال جبان بطبعه. هاجي النهارده احط 20 ولا 30 مليون يورو اشتري بهم مصنع او استثمر بهم حته في بورسعيد او افتح مجال للتعامل واشغل 10,000 و20,000 فرصه عمل. ايه اللي هيخليني اجي بلد كلها ارهابيين وكلها بيضربوا بالنار؟ انت رب الاسره المفروض يكون حكيم، يكون عاقل، يكون اب لكل المصريين. المفروض بصراحة يا أحمد، فندم. أنا عايز أقول لك إن كل الناس اللي قاعدين معانا هنا في الاستوديو يعني ما شاء الله معجبين بكلامك جدا، وأسلوبك الراقي في الكلام. يعني زي ما قلت لك أنت صورة مشرفة لأبناء بورسعيد. لكن آخر حاجة خالص، زميلنا مراسلنا قال إن أنت في الاستثمار، صح؟ اكيد يا فندم. طيب احنا حضرتك انا نعرف إن على فكره اليومين مش دول. شغال، على فكره انا مش شغال في الاستثمار بس يا فندم. مم. انا شغال الصبح في توكيل ملاحي خاص تابع لهيئه قناه السويس، تبع المراكب والعبور، وبالليل شغال في مصنع ملابس جاهزه في الاستثمار. ربنا يعينك. الشاب البورسعيدي حابب ان بلده تكون احسن بلد، ربنا ما يعينك. بيتاخرش عليها. طيب بس هو نتمنى ان السؤال يا الناس احمد، تكون فيها. عشان وقتنا، تأمرني يا فندم. السؤال يا احمد، اليومين دول النهارده 25، فالمفروض اليومين دول مرتبات بتتعمل، انتوا هتتحاسبوا على تمام يا الايام اللي فندم. فاتت دي ازاي؟ والله يا فندم احنا المرتب معانا ما هيفرق كتير قد ما هتبقى فرحتنا بعودة دم اخواتنا، قد ما نحس ان بلدنا ارتاحت، نحس ان اهالينا ابتدت تنام. في تمام ناس عندنا تمام في ناس عندنا يا فندم ممكن يعيشوا في اليوم برغيفين وبثلاث رغيفه وبنص رغيف ومش هيبقى فرق معاهم، تمام بس كرامته تبقى فوق. يبقى تمام. بيقول ان بورسعيد دي فخر ليه؟ تمام. بيقول ان مصري في كل مكان يتفخر بان مصر يطلع جوازه في وش اي حد. انما انت النهارده بتموتني بصراحة يا يا فندم. احمد، انت كلماتك او كلمتك كل عبارة فيها
عنوان ودرس للناس القائمة على امور البلاد دلوقتي. المفروض ان هم ياخدوها كده جملة وجملة ويتعلموا يعني ايه كرامة، يعني ايه الانسان يحافظ على كرامته. واحنا بصراحة انا بحييك يا احمد المرة التانية، انا وكل الناس اللي معانا في الاستوديو. و يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله الامور ان شاء الله تتحسن افضل من كده، ويهدي ربنا يهدي القائمين على امورنا. شكرا يا احمد على مداخلتك. اللهم امين، اللهم امين. ربنا يخليك يا رب، وشكرا وخدت من وقت حضرتك كتير، وناسف جدا على عطلتك معايا. شكرا يا احمد. ماشي يا فندم، شكرا يا دكتور، شكرا.